تصدر اسم المطربة برواز حسين محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت إصابتها بمرض السرطان، مما أدى لصدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها. كتبت برواز حسين على حسابها الشخصي على موقع إكس: إني دايماً راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب إلنا. نعم، إني أحارب المرض الخبيث سرطان الأمعاء، حالياً في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر لله على كل شيء. ادعوا لي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى. برواز حسين هي مغنية كردية عراقية، ولدت في 1989 في مدينة أربيل. اشتركت في مسابقة أرب أيدول الموسم الثاني عام 2013، وكانت من أجمل الأصوات، وكانت تغني باللغتين العربية والكردية بمهارة كبيرة. نالت إعجاب لجنة التحكيم، خاصة الفنانة الإماراتية أحلام، التي قالت عنها: إحساسها يجب أن يدرس. أثارت برواز حسين جدل واسع عند بعض الأوساط العراقية بسبب وصفها نفسها أنها من كردستان العراق وليس من العراق نفسها، ورفعها علم إقليم كردستان في الحلقة الأخيرة على الرغم أنها لم تفز. انهالت تعليقات الجمهور بعد نشر برواز لهذا المنشور، ودعمها أيضاً بعض الفنانين، وكان من أبرزهم الفنانة ديانا حداد، واللي نشرت على حسابها وقالت: حبيبتي الله يشفيكي ويعافيكي، أنت قوية ولازم تضلي قوية. ودعمتها أيضاً هايدي موسى، اللي قالت لها: ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي، دعواتنا ليكي. أما الفنانة رحمة رياض كتبت لها وقالت: حبيبتي الله يشفيكي يا رب. ودعمتها أيضاً صديقتها في عرب أيدول سلمى رشيد، اللي قالت لها: برواز القوية، أكيد فترة وتعدي وترجعي بصحة وسلامة لبناتك ولعائلتك، الله يقويكي ويشفيكي يا رب. كل التمنيات بالشفاء العاجل للمطربة برواز حسين.